12 سنة في المدرسة من تعلم الإنجليزي وفي الآخر بنطلع مش بنتكلم غير كام جملة صح وشوية كلمات، ده إذا افتكرت بعد كده الكلمات دي، وده بسبب إن الطريقة اللي اتعلمنا بيها ما كانتش أفضل طريقة وضيعت من عمرنا سنين. عشان كده هشارك معاكم طرق مختصرة هتساعدك تتعلم إنجليزي بشكل أفضل وفي وقت أقل. أول حاجة اركن حفظ الكلمات والقواعد على جنب دلوقتي، احنا عايزين نكتسب لغة مش نذاكرها زي أي حاجة تانية. عشان كده أول خطوة إنك تتعرض للغة بشكل كبير وهي إنك تسمع. الطفل الصغير وهو بيبدأ يتعلم إنه يتكلم هو بيسمع وبيردد اللي بيسمعه، وده اللي هتعمله بالظبط. اليوتيوب مليان مصادر ولكل المستويات، لو انت مبتدئ ابدأ بليفل A1 وده أول مستوى في اللغة، وبعد كده A2 وهكذا. اسمع مرة بتركيز وتاني مرة اسمع وردد زي اللي بتسمعه بالظبط. ولو انت مش عارف مستواك في اللغة ممكن تطلب من تشات جي بي تي يعمل لك اختبار سريع في 4 مهارات: الريدنج والرايتنج والسبيكنج والليسننج، او ممكن تجرب موقع اي اف انجلش، وانا هحط لك تحت في الديسكريبشن مصادر للمواقع اللي تقدر من خلالها تعمل اختبار عشان تعرف مستواك. دلوقتي عرفت مستواك في اللغة وعرفت هتسمع ايه، طب اسمع وقت قد ايه؟ في البداية ما تحاولش تبدأ بوقت طويل، يفضل من ربع لنص ساعة في اليوم، وممكن مع الوقت تزود، ولكن الأهم من كل ده إنك تسمع بفاعلية، يعني تكون مركز في اللي بتسمعه. تحاول تقلد طريقة نطق الكلمات بالظبط عشان تكتسب النطق الصح للكلمات، حتى لو في البداية نطقت غلط مع الوقت وبالممارسة أكتر إن شاء الله هتتحسن. كمان أي كلمة جديدة عليك أو أي تعبيرات جديدة مش عارف معناها مش هتاخدها زي ما هي وتروح تعرف معناها بالعربي، لا، خليك فاكر إنك ما تكررش طريقة المدرسة في حفظ الكلمات، تفضل تحفظ في الكلمة ومعناها وفي الآخر بتنسى. أول حاجة تحاول تفهم معنى الكلمة من السياق، لو ما قدرتش تفهم معناها عادي جدا مفيش مشكلة، هتاخد الكلمات اللي معرفتش معناها وتحطها على تشات جي بي تي وتطلب منه يحط لك كل كلمة في جملة مع معناها بالعربي، وتكتب الكلمات بالجمل بتاعتها عندك في دفتر وتراجع عليها كل فترة. لازم تركز على الاستماع وتديه جزء كبير من وقتك. تاني حاجة هي القراءة هي اللي هتخليك تتعلم الجرامر وتزود حصيلة الكلمات عندك من غير ما تذاكرهم، ولكن في الأول ما تبدأش بكتب صعبة ولا روايات معقدة، ابدأ بحاجات بسيطة زي كتب الأطفال والشورت ستوريز. ومن أفضل المواقع للشورت ستوريز موقع انجليش ريدر، بتدخل الموقع وبتحدد مستواك وبتختار الموضوعات المهتم بيها، هتقرأها وهتحدد الكلمات اللي مش عارف معناها وهتحاول تخمن معناها من السياق. بعدين تاخد الكلمات اللي معرفتش معناها وتبعتها لتشات جي بي تي وهيحدد معاني الكلمات بالعربي واستخداماتها المختلفة، يعني هتكرر نفس اللي قلنا عليه في الليسننج. تالت حاجة انك تتكلم، حتى لو هتتكلم مع نفسك او تسجل لنفسك وعادي جدا، ومن الطبيعي انه نطقك يكون غلط، انت لسه في البداية، ومع الاستمرارية حتى لو 5 دقايق يوميا هتتكلم فيهم عن اي حاجة حتى لو يومياتك، وده هيفرق بشكل ملحوظ بالاستمرارية. او ممكن تتكلم مع تشات جي بي تي بانه يختار لك موضوع وتتكلموا فيه وتطلب منه يصحح لك اخطائك. اي طريقة من دول هتكون فعالة لو استمريت وانتبهت لاخطائك وصححتها اول باول. رابع حاجة الرايتنج، هتعمل بالظبط اللي عملته مع السبيكنج، تكتب جمل بسيطة وعادية جدا بالكلمات اللي انت عارفها، وطبعا مفيش غير شات جي بي تي يصحح لك، او لو عندك مدرس ممكن هو اللي يصحح لك، ولكن هنفترض شات جي بي تي، تطلب منه انه يصحح لك اللي كتبته ويديك ملاحظات عن اخطائك وايه اللي محتاج تركز عليه. طب بالنسبة للجرامر، بعد ما تتكلم وتكتب هتبدأ تلاحظ الاخطاء في الجرامر. اول حاجة هتبدأ تراجع على القواعد الاساسية اللي نادرا ما هتلاقي جملة ما فيهاش دول، وهما الآ والآن والذا، امتى تستخدمهم وامتى لأ. كمان الأزمنة الأساسية زي الماضي والمضارع والمستقبل، وده مش هياخد من وقتك كتير، ممكن ربع ساعة يوميا، لأنك مش بتذاكر جرامر عشان تروح تحل بيه في الامتحان، انت بتتعلمها علشان تقدر تعبر بسهولة وتستخدمها بشكل تلقائي. وبالنسبة لمصادر الجرامر فقناة أمريكان إنجليش هي الأفضل، كل اللي اتكلمنا عنه ساعة واحدة في اليوم كبداية كويسة جدا، لو تقدر تزود هيكون أفضل، ولكن الأهم هو الاستمرارية. طب نقسم الساعة دي ازاي؟ زي ما قلنا في الأول هندي في البداية أولوية للاستماع، يعني تلت ساعة لنص ساعة يوميا، والقراءة حوالي 10 دقايق، السبيكينج 5 دقايق، والكتابة 5 دقايق. وبالنسبة لمراجعة الجرامر قاعدة واحدة بس تراجعها يوميا هتكون كفاية، والأوقات دي مش إجباري ولكن ده أقل القليل يوميا، ويفضل تكون الساعة متوزعة على مدار اليوم، يعني مش ساعة واحدة على بعضها. ممكن تبدأ يومك بالليسننج وقبل ما تنام تكتب 5 جمل عن يومك. حاول تخلي تعلم اللغة جزء من حياتك اليومية، ده هيسهل عليك إنك تتعلمها بشكل أفضل ومش هيخليها حمل تقيل عايز تتخلص منه عشان تشوف اللي بعده. المصادر اللي اتكلمنا عنها هحط لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن.
في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.